السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي او بيتنا التاني، وده فيديو جديد. ما تنسوش تدوسوا على علامة لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو الحلو ده اللي بطعم الايس كريم في الوقت بتاعه، ودايما تكونوا ان شاء الله متفاعلين كده على القناة وبتعجبكم الفيديوهات. انا سعيدة جدا بآراء حضراتكم، بشكركم جدا، بشكر كل حد بيكتب تعليق، بشكر كل حد بيعمل لي لايك، بشكركم جدا. يلا نبدأ الفيديو على طول. هنعمل النهاردة وصفات حلوة، وانا حبيت الفيديو النهاردة ما يبقاش فيه يعني روتين، حبيت الفيديو يكون قصير شوية عشان ان شاء الله لو ليه عمر ناوي انزل لكم فيديو بالليل الروتين لو قدرت. لو حصل مشكلة بقى ما تزعلوش مني. هنعمل ايس كريم حلو جدا وهقول لكم ايه البدايل وازاي ممكن تعملوه. اول حاجة عشان نعمل ايس كريم هنعمل الوصفة اللي هي بتكلف في الايس كريم، اللي هي ايه؟ اللي هي الحليب المكثف المحلى. طبعا العلبة سعرها غالي جدا جدا. طيب ايه البدايل؟ هقول لكم كل البدايل، وهنعمل ايس كريم تاني موفر، بس انا الايس كريم اللي عاملاه ده غني شوية وحلو شويتين يعني، هيعجبكم جدا. هنحط 3/4 كوباية من السكر البودرة. السكر البودرة ده سكر عادي جدا بتاع التموين، وانا بطحنه واحط له معلقة نشا. طب بنحط له معلقة نشا ليه؟ علشان لما نحط له معلقة النشا هتخليه يبقى ابيض ويتطحن بسهولة جدا. هنحط معاه نص كوباية من اللبن البودر. طبعا انا عارفة في ناس كتير هتقول اللبن مكلف، هنقول كل البدايل. طيب هنجيب ربع كوباية من المية السخنة، ولازم تكون مية سخنة تمام. وهنضيف مربع صغير من الزبدة. هنضرب كل المكونات دي مع بعض، واحنا حطينا قطعة الزبدة زي ما هي، لان احنا منزلين ربع كوباية من المية السخنة. هيطلع لكم كوباية من الحليب المكثف. على فكرة البرطمان ده كبير، البرطمان ده حجمه حوالي 200 ملي وازيد كمان، ولا 200 ملي. فالمهم يعني هيطلع لكم كوبايه 3/4 كوبايه زي ما يكون، يعني هيطلعوا معاكم وهيتقلوا جدا اكتر ما هم. يبقى عملنا كوبايه الا ربع من السكر البودره، عليها نص كوبايه من الحليب البودر، عليها ربع كوبايه من الميه السخنه المغليه، عليها مكعب صغير من الزبده. عايزين تحطوا رشه فانيليا حطوا. شايفين طبعا هو قوامه هيتقل عن كده خالص. ان شاء الله الفيديو الجاي انا لسه فاضل منه شويه هوريكم بقى تقيل قد ايه جوه التلاجة. طيب تقدري تعمليه كده وتحتفظي بيه في التلاجة لمدة شهر ما يجرالوش اي حاجة. كده عملنا الحليب المكثف. نخش بقى على وصفة الايس كريم الاساسية. وصفة الايس كريم الاساسية انا هستخدم فيها الكريم شانتيه البودر الخام اللي احنا بنجيبه من عند بتوع مستلزمات الحلواني. تمام كده. طيب عارفه في ناس كتير هتقولي الحاجات دي خامات مكلفه، لكن انت لو اشتريتي لاولادك واحده ايس كريم كونو، واحده ايس كريم كونو على فكره سعرها عدى ال20 جنيه. تمام. وفي ماركه اسمها فرايدي طعمها وحش جدا، الناس مسميها جمعه بس طعمها وحش جدا يعني، وطعمها ميه. لكن دوقي الايس كريم ده قولي لي رايك. حطيت كوبايه ونص من الحليب المكثف المحلى، من سوري من الكريم شانتيه الخام. هنزل عليها في البدايه كده كوبايتين من اللبن العادي جدا اللي يكون ساقع، يعني لو كل ما تسقعيه كل ما يكون احسن، عشان لما تيجي تضربي الكريم شانتيه يعمل فوليوم معاكي ويعلى. لو قدرتي تحطي اللبن في الفريزر شويه يبقى في قطع تلج هيبقى احسن الصراحه. تمام. انا كنت الصراحه حاطه اللبن في الفريزر خلاص كده، يعني مش يبقى متلج، يبقى فيه تلج مجروش كده. طيب احنا هنا هنعمل من الكوبايتين اللبن وكوبايه ونص من كريم شانتيه، هنعمل بالظبط يا جماعه حوالي كيلو ونص من الايس كريم. تمام. طيب هنحط كوبايه الا ربع من الحليب المكثف. هتلاقي المقادير موجوده في جنب الشاشه ما تخافوش. وهنفضل نضرب. طبعا احنا هنزود لبن كل ما الاقيه بيتقل معايا، كل ما تضربي كل ما هيتقل معاكي. طيب انا ما عنديش الحليب المكثف، مش عايزه اعمله من اللبن اللي هو البودره. ممكن تحطي كيلو لبن على النار، تمام، بكل سهوله اهو كيلو لبن على النار، وتحطي عليه نص كوبايه سكر بودره وتسيبيه لغايه ما يتكثف. بس هياها والله صدقوني في التكلفه. شوفوا الكميه اللي طلعت قد ايه، كيلو و200 جرام. كيلو و200 جرام، وانا لسه ما حطيتش عليه اي طعم، او 142 جرام. تمام. انا قلت لكم قد ايه، انا اتلخبطت في المقادير، انا مقلله. اصل المفروض الكوبايه ونص وكوبايه الحليب المكثف تطلع 2 كيلو الا ربع تقريبا، فانا طلعت كيلو و100 و142 جرام بالظبط. اول وصفه
يعني اول ايس كريم هعمله غريب شويه، معلقه كبيره مليانه من العسل الاسود ومعلقه كبيره مليانه من الطحينه. احنا هنعمل عسل وطحينه؟ لا، احنا هنعمل ايس كريم بطعم العسل والطحينه. الوصفه دي مش بتاعتي، بتاعه شيف شفته على الانستجرام، اسمه وجدي ابو ليلى تقريبا، هو اسمه وجدي ابو ليلى. عمله وقال ان الوصفه دي جديده وحلوه، اللي هي بالعسل والطحينه. طعمها حلو، طعمها حلو يعني، ممكن ما يعجبش ناس كتير بس طعمها حلو. الاطعم بقى دي حاجه ترجع لك طبعا، دي بدايه الايس كريم بس، لكن احنا هنعمل طعم كتير. خدت شويه من الايس كريم اللي انا عاملاه ومليت بيه العلبه دي على فكره بتاعه تابر وير، بتاخد بالظبط ربع كيلو، او يعني عشان اكون دقيقه بتاخد 320 جرام من اي حاجه. تمام، يبقى اول وصفه عملناها معانا، خدنا شويه من الايس كريم كده بعينينا وعملنا اللي هو بالعسل والطحينه على وصفه الشيف اللي هو اسمه وجدي ابو ليلى. وانا شفتها على الانستجرام كده، ظهرت لي وعجبتني، قلت فكره حلوه وجديده وليه ما نجربهاش. طب بصوا، هو من قبل ما يدخل التلاجة شايفينه الفريزر، شايفينه تقيل ازاي؟ تقيل جدا. تمام. طيب هنحط بقى الجزء التاني هنعمله باللبن عادي، يعني ايس كريم بالحليب عادي، وبعد كده هعمل بالمانجا. تمام. طبعا المانجا لان كانت المانجا لسه جديدة و... ولسه طالعة وملهاش لون قوي، فبقى لونه فاتح، لكن طبعا كل ما المانجا تبقى مسكرة كل ما هتديكي طعم اقوى يعني. ده عملته بالحليب كده بس، وعملت الاكتر بالمانجا الصراحه. خدت بقيه الايس كريم وحطيت عليه بيوريه مانجا كده زي ما هو، وهضربه برضو المضرب الكهربائي، وخلاص كده يبقى عملنا الثلاث انواع بالايس كريم من الايس كريم. ممكن تعمليه بالفراوله، فراوله مجمده تضربيها، ممكن تعمليه بالنسكافيه، ممكن تعمليه بالشوكولاته، حاجات بقى، حاجات ممكن بالليمون، ممكن بالكيوي. ان شاء الله هنعمل مع بعض اكتر من طعم، بس خدوا الاساس ونفذوه، وان شاء الله هتلاقوا وصفات كتير قوي من الايس كريم هنعملها باذن الله على القناه. وهنعمل ايس كريم من غير خالص حليب مكثف. ادي علبه كبيره اهي كيلو، شايفينها؟ وادي نص علبه اللي هو بالكريمه نص كيلو اهو، وانا بوريكم بعد ما اتضرب بقى. ودي حوالي 300 جرام، يعني حوالي 100 كيلو 800 من الايس كريم. شايفين قد ايه؟ وعلى فكره فضل شويه كمان، حطيتهم في علبه صغيره اهم بالمانجا، علبه المانجا اتملت على الاخر. تمام. ده كل ده عملناه من كوبايه ونص من الكريم شانتيه وكوبايه حليب مكثف اهو، شايفينه شكله كريمي جدا. هتدخليه فريزر بقى ليله كامله، وبعد كده هتطلعيه وتستخدميه، وممكن تعملي بيه اكتر من وصفه. طبعا بالعسل بالطحينه ده يعني مش هيعجب كل الناس قوي، بس هو حلو، هو حلو قوي طعمه، يعني جربوه طعمه جديد. بصوا ناعم ازاي، شايفين الايس كريم ناعم ازاي؟ زي ما انا قلت لحضراتكم الطريقه دي هتطلع لكم ايس كريم ناعم جدا، احلى من اللي بتشتروه من بره بكتير. هو كان كيلو و140 جرام قبل ما نحط عليه النكهات. لما طبعا بتحطي عليه بقى المانجا الحاجات اللي زي كده وزنه طبعا بيزيد. وهنا بقى بوله من اللي هو بالمانجا، ناعم جدا حلو جدا، هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله، جربوه. وعلى فكره فيها وصفات ايس كريم بيستخدموا فيها فاكهه ما تتخيلوهاش، يعني زي التين الشوكي مثلا. بصوا شايفين؟ بوريكم ازاي هو ناعم الايس كريم، شايفينه؟ ولو انه قاعد في الفريزر بقاله يوم بس هو ناعم. ليه؟ لان اللبن المكثف والكريم شانتيه عطاه النعومه الحلوه دي قوي. انا دقته معاكم طعمه حلو جدا جدا يعني. طيب امبارح كنا جايبين في يومياتنا، اللي ما شافش الفيديو بقى يروح يشوفه، شروة بدنجان حلوة كده، كانت ب10 جنيه، جايبة كيلو ونص من البدنجان. غسلته كله وقعدت قورته بقى كده بالليل كده في الطراوه كده، تفتحي لك حاجه وتلفزيون تقعدي تتفرجي على اي حاجه، او تسمعي حاجه وتقعدي تقوريه كده زي الشطره، وتبقى جنبك بوله فيها ميه وملح ومعلقه صغيره من الخل. ليه بقى؟ عشان يفضل قلبه ابيض زي ما انت شايفه كده، يعني تقوري وتحطي في الميه اللي بملح ونقطه خل. انا جبت طاسه وحطيت فيها معلقه من السمنه او الزبده او الزيت، اي ماده دهنيه يعني، بس بلاش زبده لان الزبده الصراحه بتتحرق. وهحمره على مرتين، هحمر البدنجان بتاعي على مرتين، هشوحه كده، مش هحمره،
انا مجرد ان انا بشوحه بس، اقفل مسام البدنجان واخليه يعني ايه ياخد طبقة من الحماية زي ما عملنا امبارح في الفلفل. خلاص كده. في اخواتي اللي معايا في القناه من زمان قالوا لي احنا بنعمل كل ده صح زيك وبنعمل السبانخ. لا، السبانخ انا مش بعملها كده، السبانخ انا بقطعها واسيبها خضره زي ما هي. نيجي للفلفل اللي احنا عملناه، عملت جزء فلفل شرايح وفلفل مكعبات زي ما انتم شايفين اهو، شايفينه مكعبات صغيره، وفلفل للشيش تاووك اهو مكعبات. بصوا ازاي كله جاهز ومتفرز. شفتوا بقى؟ يعني برضو ب30 جنيه عملنا وصفات محترمة جدا. يعني النهاردة عملنا ب40 جنيه تفريزات الفلفل وفلفل شرايح للشاورما زي ما انتم شايفينه اهو ده. طيب البدنجان بقى بعد ما خلصته فردته كده على صواني، وادي الفلفل المحشي كمان. يعني عملنا 1 2 3 4 5 وصفات من الايه ال40 جنيه، او ست كمان اطباق. البدنجان بتحطيه كده في الفريزر زي ما هو لغايه ما يتجمد، تمام، علشان يتجمد. ادي الصابون اهو يا جماعه، تاني يوم بقى الصبح وريتهولكوا، شايفينه؟ عايزه اقول لكم ريحته ممتازه ممتازه ممتازه. هو مش تقيل مش تقيل، مش جل، هو سائل كده، يعني هو خامته حاجه تانية. انا على فكره عملت الاوتوماتيك كمان لوحدي بقى، وطلع تحفه. هوريهولكوا الفيديو الجاي. وطلع جل بقى زي اللي بتشتروه، ملأ ازازه 3 لتر وازازه تانية 4 لتر، بس انا عملته الصراحه 3، يعني 3 و600 جرام. ادي الازازه الكبيره اهي اللي هي 4 لتر بتاعت وفير، مكتوب عليه اهو غسيل يدوي. وادي ازازه البريكس اللي هي اللتر، مليتها يبقوا كام؟ يبقوا ال4 لتر برضو، 5 لتر سوري. وفي ازازه صغيره كمان حطها معايا في المطبخ. يعني انا مش بلتزم بالكيس، يعني هو الكيس بيقول مثلا 6 لتر، انا بعملهم 5.5. شايفينه اهو؟ هو مش جل، هو سائل، يعني مش جل. لكن الاوتوماتيك جل بقى، هتشوفوه ان شاء الله الاوتوماتيك. شايفينه؟ حلو جدا على فكرة، وغسلت بيه فوط المطبخ، وهنجربه عملي ما تقلقوش. وبكرة كمان هنجرب اللي هو الاوتوماتيك مع بعض، ونشوفه في غسيل الملابس هيعمل ايه. طيب وصفة طلبت مني كتير جدا، اللي هو الشاي اللي مشهور جدا في دول الخليج واليمن، واصلا هو شاي هندي، اللي هو شاي ال الكرك الكرك. اللي هو بتجيبوا معلقه من السكر، دي الطريقه الاصليه بتاعته. بتجيبوا معلقه من السكر وتحطوها تتكرمل على البوتاجاز، تمام. وهنا هنجيب اللي اسمه ايه ده، الحبهان 4 فصوص مثلا، عشان احنا هنعمل كوبايتين كبار. لو انت عايزه الحبهان اكتر مفيش مشكله خالص، اعملي اللي انت عايزاه، تمام. انا حطيت 4 فصوص من الحبهان، وحطيت معلقه كبيره مليانه من السكر تتكرمل على البوتاجاز. هنا حطيت زي نص عود من القرفة. مفروض هتحطوا 3 من القرنفل، بس انا عشان عاملة شاي بالقرنفل جاهز فايه هاخده زي ما هو. نص معلقة من الجنزبيل البودر. طبعا هو الوصفة الاصلية بيتحط لها زعفران، بس طبعا الزعفران سعره غالي جدا جدا. انا هاخد بقى معلقة شاي اللي هو بالقرنفل، معلقة واحدة بس، لكوبايتين من الشاي الكرك. كرملنا كده السكر زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين هنزل عليه ميه كوبايتين بقى، عايري الكوبايات اللي انت هتعمليها. واول ما يغلي هنزل عليه خليط البهارات بالشاي اهو اللي احنا عاملينه، واسيبه بقى على بوتاجاز يغلي. في اخر لحظه هم بيحطوا الحليب اللي هو بيسموه مبخر، او ممكن كمان يحطوا حليب مكثف. انا الصراحه هحط لبن عادي جدا، لان احنا هنا ما عندناش اللبن اللي هو المبخر ده، والحليب المبخر والكلام ده. طيب هسيبه يغلي بقى غلوتين كده، يعني اللبن بحطه في الاخر واسيبه يغلي غلوتين، وابتدي اصفيه. طعمه حلو جدا، بس هو طبعا يعني هو مشروب شتوي شويه، بس هو حلو، انا عجبني جدا. هعمل لكم بقى وصفه تانية بحيث ان كله يبقى بودره، تاخدوا منه تستخدمه على طول، ما يبقاش فيه اللفه دي. لكن ده التكنيك بقى الاصلي بتاعه، اللي هو بنكرمل شويه من السكر ونحط البهارات والشاي ونسيبه يغلي. لكن هعمل لكم سريع
ان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده باذن الله. طبعا لازم تصفوه عشان ايه البهارات ما تنزلش والحاجات الحبهان والحاجات اللي احنا حاطينها. شاي حلو جدا، جربوه برضو هيعجبكم. الطلب مني كتير قوي وبفكروني احكي لكم حكايه الكوبايات دي الفيديو الجاي. كل مره ناجلها. وصفه حلوه جدا جدا، شاي حلو وطعمه مختلف، وعلى فكره مشبع. مش عارفه ليه، يمكن عشان فيه لبن كتير، بس انا حسيت ان هو طعمه مشبع. احنا بقى طبعا لو عاملين رجيم مش هنحط بقى ايه السكر المتكرمل ده في بدايه الفيديو. جربوا الوصفات والتفريزات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.